السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي قدام شواطئ ميرامار في منطقة سيدي بشر. سعر دخول الفرد فيه ب25 جنيه شامل الكرسي والشمسية. في كمان شاطئ اسمه ادوارد الخراط، سعر دخول الفرد فيه ب10 جنيه شامل الكرسي والشمسية. وكمان في شاطئ اسمه ميامي بس حاليا هو مقفول بسبب التوسعات اللي موجودة على الشاطئ. هنلاقي شواطئ كتير في منطقة سيدي بشر زي شاطئ ادوارد الخراط وشاطئ ميرامار وكمان شاطئ سيدي بشر المميز. وده بقى الاتوبيس السياحي الجديد ده على شكل كده مركب، بصراحة شكله حلو قوي. ده كده موجود في اسكندرية، بياخد بقى جولة في اسكندرية كلها. واللي قدامنا ده نادي السيارات اللي موجود في منطقة ميامي. احنا كده قدامنا منطقة بير مسعود، طبعا معروفة في اسكندرية، وصخرة بير مسعود كمان معروفة. المكان ده موجود في ميامي على البحر. طبعا بسبب بقى التوسعات الموجودة على الكورنيش هياخدوا جزء من منطقة هنا بير مسعود. بس الصخرة عادي مش هتشال، الصخرة موجودة. طبعا لما رحنا بقى لقينا هنا المكان فاضي خالص زي ما انتوا كده شايفين، مفيش غير ناس قليلة جدا، وفي طبعا صيادين بيصطادوا على الصخرة. المكان هنا حلو قوي، البحر بصوا شكله جميل جدا. المكان هنا بصراحة طراوة قوي، يعني لو حابين بقى تيجوا تقعدوا هنا في المكان ده حلو قوي، وكمان يعني ببلاش. يعني لو حابين تقعدوا على صخرة بير مسعود مش تدفعوا طبعا فلوس. حابين كمان تصطادوا، في هناك ناس بتصطاد كتير على الصخرة. زي ما احنا شايفين كده المكان هنا متقفل خالص. طبعا في جزء هنا الناس بتدخل منه عادي، بس الجزء ده مقفول. دلوقتي بقى هنطلع على صخرة بير مسعود، وكمان هنشوف بير مسعود، وهنشوف بقى الأجواء هناك عاملة ازاي. احنا دلوقتي على صخرة بير مسعود، وعلى ايدينا الشمال هنا البير هوريهولكوا، بس هنشوف الأول هنا المكان اللي هيكون فيه التوسعة. زي ما احنا كده شايفين المكان كله هنا متقفل لحد نادي السيارات، كل ده اللي هيتم هنا التوسعة. كمان ممنوع حد ينزل خالص هنا عند الشاطئ. واللي قدامنا ده نادي السيارات. قدامنا كده شاطئ ميرامار، شاطئ ادوارد الخراط، وبعدين شاطئ سيدي بشر. ورانا كده هنلاقي كوبري السادات وشاطئ البوريفاج وشاطئ محمود سعيد، وكمان شاطئ جزيرة الدهب. بعد كده شواطئ بقى العصافرة، بعدين المندرة، وبعد كده المنتزه والمعمورة. زي ما احنا كده شايفين ممنوع النزول خالص او السباحة هنا في المنطقة دي. وده بير مسعود اللي المكان هنا اتسمى على اسمه. بعد كده هنروح على نادي وادي دجلة وهنشوف ايه التطورات اللي موجودة هناك. وده كده مكان نادي وادي دجلة، طبعا بعد ما تم ازالته في منطقة ميامي. طبعا تم هدمه من كام شهر، وده كان مكانه. بس لحد دلوقتي ما نعرفش بقى هيكون مكانه موجود فيه ايه، كافيتريات او مطاعم. لسه لحد دلوقتي ما نعرفش. احنا كده لسه في ميامي، وبعدين شارع بقى اسكندر ابراهيم، شارع خالد ابن الوليد، وبعد كده كوبري السادات.
ودي المينا، مينا الصيادين. المكان هنا مفتوح اللي حابب طبعا ياخد يخت او مركب، ياخد كده جولة لحد جزيرة ميامي. وكمان اللي حابب بقى يصطاد يروح جزيرة ميامي، هناك في ناس كتير بتلاقوهم بيصطادوا. ودي بوابة شاطئ فريسكا، بس طبعا الشاطئ ده مقفول بسبب التوسعات. وزي ما احنا عارفين ان تم انتهاء المرحلة الأولى من أول سور المنتزه اللي قدام الشيراتون لحد شاطئ البوريفاج في العصافرة. وحاليا الطريق الجديد اشتغل، بس طبعا الطريق القديم لسه ما اشتغلش، مقفول طبعا بسبب ان هم بيساووا الاسفلت، لان الاسفلت مرتفع شوية الجديد عن الطريق القديم. وده اللسان الموجود ده جوه البحر، ممكن بقى يحولوه لكافيهات زي الموجود على شواطئ ستانلي. ده كده هيكون مكان نفق اسكندر ابراهيم او نفق ميامي. طبعا هو حاليا مقفول من الجهة التانية، من ناحية الطريق التاني من عند شارع اسكندر ابراهيم، بسبب طبعا التوسعات. والنفق بيكون مقفول من ناحية شارع اسكندر ابراهيم، فلو حابين بقى تعدوا هتعدوا من عند نفق السادات. ورانا كده شارع اسكندر ابراهيم وشارع خالد ابن الوليد، وقدامنا كده هنلاقي كوبري السادات، وكمان شواطئ العصافرة، شاطئ البريفاش، شاطئ جزيرة الذهب، وشاطئ محمود سعيد، وكمان شاطئ العصافرة وجويل العصافرة، وبعدين المندرة وشاطئ جويل المندرة، وبعدين شاطئ الشيراتون لحد دلوقتي هو مقفول، وبعدين المنتزه والمعمورة. ودي كانت جولتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.